بكل هذه الأخبار تحول مباشرة إلى جنوب أفريقيا. تلتحق بنا من هناك زميلة ليليان تنوري عضو فريق العربية العامل في المونديال. ليليان أهلا بك معنا. يعني أود أن أسأل ليليان، يعني حتى الآن تتصاعد النبرة تجاه خروج فرنسا، تجاه أيضا مطالبات حكومية بالتدخل. الفيفا اليوم أعلن في مؤتمر صحفي بأن هذا التدخل قد يتسبب بعقوبات للفرنسيين أو الكرة الفرنسية في المستقبل. يعني داخل المونديال هل هذا حديث ساخن هناك حتى وفرنسا تغادر؟ بتال بصراحة لم أسمع السؤال، لو سمحت أن تعيده لأنه وراء ضجة كثيرة بعد انتهاء هذه المباراة، وكأن جنوب أفريقيا كانت تلعب، يعني الفوفوتزيلا كانت حاضرة بشكل مش طبيعي، كل الجماهير هنا وكأن جنوب أفريقيا تلعب، وكأنهم يريدون أن يفوز منتخب أفريقي، وكأنهم يريدون هذه البطولة الأفريقية. أنا أظن أنه ليس هذا السؤال، كان لو سمحت لو تعيد. نعم خلينا أبقى معك ليليان، يعني أعود لسؤال فرنسا بعدين، لكن أبقى معك الآن في الأفراح. يعني بما أنه يعني نشاهد الآن خروج جماهير مباشر من الملاعب احتفالا بالفوز. يعني ليليان، يعني كيف تصفين الفوز الغاني؟ كيف تأثيره على الشارع الرياضي في جنوب أفريقيا؟ بتال بصراحة يعني اليوم شعرنا وكأنه يوم الافتتاح هنا في جنوب أفريقيا، وكأن مباراة جنوب أفريقيا تلعب. أي شخص موجود هنا مواطن أفريقي كان يشجع غانا. يعني كما رأيتم الملعب كان ممتلئ، الساحات كلها كانت ممتلئة. يعني أرادوا من غانا أن تفوز لأنها هي التي ترفع راية الكرة الإفريقية، وبالفعل فازت. غانا أصبحت ثالث منتخب يتأهل إلى دور ثمن النهائي بعد الكاميرون 90 والسنغال 2002. هناك فرحة عامرة هنا في الشوارع، يعني بدأت الأفراح تنتشر من الساحات إلى الشوارع. نعم ليليان، الجنوب أفريقيين استبدلوا منتخبهم بغانا إذن، يعني بنشوف إن شاء الله دعم كبير لغانا في المراحل المقبلة. يعني هذا ما تلاحظينه في الشارع هناك؟ نعم، هذا ما أظنه طبعا. يعني نحن نعرف أنه غانا ستلتقي مع الأوروغواي في دور النخبة. الأوروغواي لأول مرة تتأهل إلى ثمن النهائي منذ 40 عاما، ووصلت يومها عام 70 إلى نصف النهائي. الآن الجماهير كلها استبدلت بالفعل كما قلت منتخب بلادها بغانا، وهي ستدعمه حتى النهاية إلى أينما يصل. نعم، يعني بالنسبة للجماهير الأمريكية أيضا في احتشادات في مسيرات كبيرة رغم الخسارة ليليان في الصور الواردة لدينا حتى الآن. يعني هو رفع العلم الأمريكي للاعتذار أم للتشجيع بعد الخسارة؟ عفوا بطل لم أسمع. يعني ليليان يبدو أنه بيننا مشاكل كبيرة اليوم في السمع، لما صار عندك يعني عندك إزعاج كثير، لما صار عندك وقت كثير صرتي ما تسمعين أسئلتي، يعني للأسف. خليني بنتقل معك عن الأجواء ليليان في خارج المنتخب الغاني وجنوب أفريقيا. أتحدث عن بعد ما خرجت جنوب أفريقيا الآن الشارع الرياضي هناك يعني يميل إلى طرف من المنتخبات بعد غانا أتكلم؟ بصراحة الجماهير، أن تقصد الجماهير الجنوب أفريقية بسؤالك بتال؟ نعم ليليان، لم يبقى لدي الكثير من الوقت، يبدو أن اخترنا مكان غير جيد تقفي في هذا المساء. لم تسمعي أسئلتي، ستعودين إن شاء الله معنا متى ما كان هناك وقت أو اتصال مناسب بيننا. شكرا جزيلا زميلة ليليان تنوري عضو فريق العربية في جوهانسبرغ. إذن أعود مع ضيوفي هنا في الاستوديو، كابتن أحمد الكاس، كابتن رابح ماجر. فقط أقول بأن احتفالات غانا وجماهير غانا ستظل مستمرة معنا، صورهم مباشرة، وستكون معنا أيضا خلال تحليلنا لمباراة المنتخب الغاني الذي عبر، وكان يعني وصوله ربما هو أقوى خبر في هذا اليوم. كابتن أحمد،